تعالى اقول لكم ازاي بخلي جوزي يقضي معايا اجازته وما ينزلش يقعد مع اصحابه على القهوه. انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. في بداية جوازي واجهت مشكلة ان جوزي كان بينزل ويسيبني بالخمس ست سبع ساعات تحت، يا اما في الشغل يا اما قاعد مع اصحابه على القهوة. ففكرت في فكرة صعبانية كده وبدأت انفذها. امال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. مش سألتني السؤال؟ لا بس اجاوب بقى سيادتك. طبعا اجاوب سيادتك. طب رحت سألته وقلت له هو انا ايه بالنسبة لك؟ راح قال لي انت كل حاجة ليا. قلت له ايوه حدد بس، يعني كل حاجة يعني ايه؟ راح قال لي يعني مراتي وحبيبتي وصاحبي الجدع. قلت له سيبك من كل اللي فات دوت، بسم الله ما شاء الله، اهم حاجه صاحبك الجدع. وبكده انا خدت اجابتي على السؤال اللي كنت عايزاه وهبدا انفذ خطتي. وخطتي كانت كالاتي، ان انا اشوف ايه اكتر حاجه بتجذبه في قعده القهوه واعمل له احسن منها 100 مره. شكلك فاهم يا نصر. وعلى فكره جربت الخطه دي كذا مره ونجحت معايا، وبجربها معاكم اهو دلوقتي وهتنجح برضه. وبدات اول حاجه بتورته الحلويات، وحطيت عليها المارشميلو من فوق، وحطيت الكيكات والبسكوت وكل حاجه نحتاجها في القعده في التورته ديت كتسالي. وبعد كده حضرت الطبق بتاع التسالي اللي هي زي اللب والكاجو، ومليته بكل الحاجات اللي انتوا شايفينها ديت، وطبعا كل واحد ومقدرته. او شوفي جوزك بيحب ايه وهاتيهوله. مش معقول يخرب بيتك، انت بتجيب الكلام ده منين؟ الحاجات دي طبعا لو مش هتقدري تجيبيها كلها مره واحده هقولك فكره تانية. انت ممكن تجيبي خزين بيتك كله مثلا من اول الاسبوع، والفلوس اللي هتفضل منك ايا كان 5 10 20 كل يوم شيلي اللي تقدري عليه، وفي اخر الاسبوع هتلاقي معاكي مبلغ تقدري تجيبي بيه كل اللي انت عايزاه. صح انا كده، انا مش كده يا فاطمه. الافكار الحلوه اللي انا عماله اقولها لكم ديت، اعملوا لايك وكومنتوا بافكار انتوا ممكن تشاركوني بيها، وما تنسوش الفولو عشان الحاجات ديت هتفيد الست المتجوزه، وكمان هتدي خبره البنت اللي لسه ما اتجوزتش. اهم حاجه تهتمي بكل التفاصيل حتى لو كانت صغيره، عشان الرجاله بتفرق معاهم كل الحاجات دي قوي. يا ابن اللعيبه يا فاجر. بعد ما حضرت كل الفاكهه اللي انا عايزاها معايا في الطبق، هاخدها كلها واغسلها كويس. ايوه علشان الجراثيم، ما انا معرفش الحاجات دي عدت على ايه لحد ما وصلت. بعد ما حضرنا الفاكهه وخلصنا منها، دخلنا على طول بقى في المشروب. عملت له بقى حته مشروب، المشروب المفضل ليه والمخصوص لينا، محدش يعرفه غيري يا جماعه. هبقى اعمله لكم بعد كده في فيديو لوحده. طب نسقف لك يعني ولا نعمل ايه؟ رحت فاتحه له طقم صواني جديد كان جاي لي في عيد ميلادي، وان شاء الله مع حد حوش. وبدات بقى احط كل حاجه على الصواني عشان ادخلها في الاوضه اللي احنا هنقعد فيها. واجهتني بقى مشكله بنت لذينه في الاخر هتعرفوها يا جماعه، او هقولها لكم دلوقتي مش مشكله. شكلنا كده هنشوف ايام سودة اسود من كده بكتير. اشتراك نتفليكس بتاعي خلص، ودي كانت نسيبه سودا يا جماعه، جاي يخلص النهارده ومعرفتش اشحنه لان لازم يتشحن بفيزا، والفيزا بتاعتي للاسف متصفره كلها. الحاله اليومين دول يا جماعه لا تصر عدو ولا حبيب. مقشفره يعني، حتى حاولت اشحنه فودافون كاش ما رضيتش ابدا، كل محاولاتي بقت بالفشل. انت عايز ايه حضرتك؟ ايه ليه؟ بدأت بقى اجهز القعده وافتح طبق التسالي كده وارتبهم ترتيبه حلوه علشان لما يجي يتفاجئ وما ينزلش خالص. بص القعده كلها كانت حلوه مش ناقصه اي حاجه ازاي، بس هو اتاخر شويه. اسمع، انت تروح لامك. لما اتاخر قلت احاول اشحن نتفليكس تاني، رحت بقى مخفضه الاضاءه وقلت يلا نشحن نتفليكس. قعدت احاول يا ابني حرام عليك والله هتموتني ناقص عمر. معرفتش. ولما جه عجبته القعده وفضل انه يقعد معايا وقفل تليفونه وقال لي انا مش هنزل واقعد معاك النهارده. واول ما هو جه سبحان الله شحن لي نتفليكس على طول. الله الحمد ربنا يخليك. القعده كانت حلوه قوي والحمد لله كل حاجه طلعت زي ما انا كنت عايزاها. وسالته قلت له ايه رايك بقى، القعده معايا ولا قعده القهوه؟ قال طالما طالما قول السؤال تاني. انا بقعد على القهوه علشان صحابي مش اكتر. قلت له مش انت قلت ان انا صاحبك الجدع، يبقى القعده دي مش ناقصك فيها حاجه ابدا. انتهى اليوم بقى بمطره وكان الجو حلو قوي. قعدت ادعي ان ربنا يحقق لي كل اللي انا نفسي فيه. لو وصلتوا لحد هنا انتوا اجدع ناس في الدنيا وبحبكم قوي. ما تنسوش اللايك. باي. حلوه بالصلاه على حضره المصطفى وجميله بالصلاه على حضره النبي، وجعلها سنه مباركه علينا وعلى اولادنا وامه محمد، ويبعد عننا اولاد الحرام واولاد الزانيه.